الأخت باسل عبد الناصر علي. هو معتقل من يوم 1/11 في سجن برج العرب، يعني بقاله 4 شهور دلوقتي. النهاردة كانت محاكمته، اتحكم عليه ب3 سنين و50,000 جنيه غرامة. فيعني احنا بنسأل يعني هو أخويا عمل ايه؟ أخويا ما نزلش غير علشان يعني يرفض الظلم. أخويا لا هو قاتل ولا هو سارق، يعني أنا أخويا ترتيبه وسطنا هو الكبير. فهو دايما كان بياخدني انا واخويا الصغير في المناسبات، في اجازة زي اللي احنا فيها. هو دايما اخونا الكبير في البيت اللي بيفسحنا. اي حاجة مضايقاني اروح احكيها لاخويا الكبير. انا حتى مش بشوف والدي، يعني يعتبر ان انا اللي بنفذ كل حاجة دلوقتي يعني مع والدتي. يعني احنا مش عارفين نقول ايه. انا والدي يعني نقيب المعلمين، يعني كان بيقدم خدمات كتير جدا للناس، يعني عمره ما اذى حد. يعني والدي ده الناس تشهد له ان هو شخصيه محترمه والناس بتحبه يعني. فيعني احنا ما عملناش حاجه وحشه في الناس. يعني انا ليه اخويا اتسجن 3 سنين من عمره؟ اخويا عمل ايه عشان يتعرض لكل ده؟ اخويا من اللي اتعذبوا في سجن الحضره، ليه يضربوهم؟ يعني انا اخويا عمل لهم ايه؟ فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل في القاضي، وربنا هيقتص لنا منهم يوم القيامه. فهو والله الحمد لله ثابت جدا، وقعد يثبتنا ويقول لنا انا ما جيتش هنا غير بامر ربنا، وانا مش هطلع غير باذن ربنا. كل الاحكام كل الاحكام والاتهامات مفيش اي حاجه من دي هتمشي عليا غير لما ربنا هو اللي يأذن بيها. وهو الحمد لله يعني هم كلهم ثابتين وراضيين بقضاء الله. يعني هم بيقيموا الليل وبيقرأوا قرآن وبياخدوا دورات، يعني ما بينهم بيتبادلوا خبرات. ويعني والله يعني دي منحة مش محنة. احنا والله الحمد لله صابرين، وهم يعني احنا بنروح عندهم علشان ناخد جرعة الثبات والصمود. فيعني والله الحمد لله واحنا راضيين بقضاء الله، وان شاء الله هيخرجوا قريب وهنحقق كل اللي نفسنا فيه، وبلدنا هتبقى احسن باذن الله. ويعني كل اللي ظلم مش هنسيبه والله العظيم. يعني ان شاء الله كل دولت يرجعوا تاني في جحورهم زي ما كانوا كده وقت 25 يناير. لا احنا مش هنسيبهم يرجعوا بقى، احنا هنحاسبهم في ميادين عامة ان شاء الله، وهنقتص منهم باذن الله. باسل هنا لما اتمسك تم اعتقاله. واحد في الشارع يعني خلاهم يضربوه من البلطجية والجيش كان معاهم، اللي هو جيش بلادنا اللي بيحمينا. هو اللي قعد يضربوه في الشارع قدام الناس وإهانة، وهو لسه ماسكه. هو اصلا ما يعرفش هو ارتكب ايه. هو يعني كده هو نضربوه، يعني طالما بيقول كلمة حق لا نضربه على طول. اخدوه معاهم على المحروسة، غنوه علشان ما يعرفش هو فين. دخلوه في أوضة فيها ناس بتحقق معاه وهو مغنينه، عمالين يضربوا فيه علشان يخلوه يقول حاجات هو ما عملهاش. فهو علشان ما يقولش الحاجات ديت لا يتضرب. وخلوه يزحف على رجليه. جاي لنا الهدوم بتاعته طبعا مليانه دم وبنطلون مقطوع من كتر يعني التعذيب. هو ده جيش بلادنا، يعني لازم تعرفوا ان ده المفروض اللي بيحمينا. بدل ما يحمي شعبه لا هو بيعذبهم. بدل ما يروح يحاسب القاتل لا بيجي يحاسب المظلوم. يعني احنا زي ما بيقول السيسي ان احنا نور عينيه. لا كفايه قوي، مش عايزين نشوف اكتر من كده ارجوك. فيعني احنا حقنا مش رايح وراجع باذن الله.